مساء الخير على كل مستمعي برنامج قولها بصوت عالي مع مروة. كل سنة وحضراتكم طيبين وعيد سعيد عليكم يا رب إن شاء الله. وبمناسبة العيد حابة إن أنا أفضفض معاكم بكلمتين. اوعوا تكونوا فاكرين إن صيامكم ليوم عرفة هيغفر ليكم شهادتكم الزور أو ظلمكم لأي حد عموما أو افتراءكم وقلة أدبكم على حد عمره ما قدم ليكم إلا كل خير، ولا كثرتكم لنفس إنسان ما عملش حاجة وحشة لحد ما خليت الدنيا كلها اسودت في عينه، أو كذبكم وتأليفكم لقصص من خيالكم المريض عشان تخربوا بيها علاقات وبيوت وتمرضوا بيهم ناس عمرهم ما أذوكم في حاجة. افتكروا دايما الآية القرآنية: إن الله يغفر الذنوب جميعا إلا ظلم العباد فإنه مرهم بعفوهم. يعني لازم الشخص اللي انت ظلمته يسامحك. المشكلة بقى ان في جزء كبير بقى من الناس وصل ليهم قناعة غلط ان الصيام والصلاة ممكن تغفر ليهم كل حاجة هم عملوها، ونشوف بوستاتهم ونشوف حياتهم ونشوفهم بيساهموا في حاجات خير يمين وشمال، ويعملوا ده ويعملوا ده، ويلا نصلي الفجر يلا نصلي الظهر، وينزلوا أدعية. حوشوا حوشوا ما يا ملايكة، حاسبوا بقى أجنحتكم دي على جنب عشان دخلت في عينينا. يا جماعة عيب، عيب. يخلوا الناس اللي انتوا أذيتوهم يسامحوكم عشان كل اللي انتوا بتعملوه ده يقعد لكم. يا جماعة لازم نفتكر ان كما تدين تدين. يعني كل حاجة خربتوها حاولوا ان انتوا تصلحوها قبل يوم عرفة. واتمنى ان انا ما اكونش كلامي ضايق حد، بس دي فكرة غلط لناس كتير قوي فاكرين ان هم مجرد ما هيصوموا يوم عرفة هيغفر ليهم اي حاجة هم عملوها غلط. اي اذى مش هيتنسي، اي جرح مش هيتنسي، كل حاجة كلنا هنفتكرها سيئة لبعض. وكل سنة وانتم طيبين، واتمنى ان هما كانوا كلمتين خفيفة عليكم، وربنا يسامح الجميع يا رب.